انت عمر ما حد هيحبك ابدا في حياتك. مفيش حاجه اصلا اسمها ان حد يحبك من غير شرط. من اليوم اللي انت اتولدت فيه واساسا اي مشاعر حب تجاهك وهي مشروطه، وده مش غلط منك، لا، المجتمع والناس اللي حواليك هي اللي عودتك على كده. المدرسه بتاعتك في المدرسه هتحبك لو انت كنت ولد شاطر وبتعمل لها الواجب. صاحبك هيحبك لو انت جبت له بسكوت معاك كل يوم. هيحبك لو انت لعبت معاه اللعبه الفلانيه، ولو بطلت انك تلعب معاه اللعبه دي هيشوف حد تاني غيرك ويلعب معاه. اهلك نفسهم انت لما كنتش ابنهم ما كانوش هيحبوك اصلا. فما تقعدش تدور على فكره ان انا في حد بيحبني من غير اي سبب وهيفضل معايا طول حياتي، لان انت ما فاكش حاجه اساسا تدعو ان حد يحبك بدون شرط. ومش انت لوحدك، ده اي انسان كده. فما تبنيش قيمتك دايما على عدد الناس اللي بيحبوك، ولا تبني قيمتك على اراء الناس ليك. بل الصح هو ان انت تبني قيمتك النفسيه على رايك انت، وعلى هدفك، وعلى سعيك، وعلى الحاجه اللي انت بتعملها في حياتك. لما يكون مصدر تقييمك كانسان نابع منك انت، فساعتها انت اللي هتكون بكنترول على نفسك. لما حد ينفصل عنك سواء كان صاحب او كان شريك حياه، فانت هنا مش هتقعد تقول ان قد ايه ان انت وحش ونوتي وقليل الادب، لان دي مش حاجه صح اصلا. انت اللي حاطط قيمتك لنفسك، فانت اللي مقيم نفسك وعارف نفسك. قيمتك ما بتتبناش على رأي الناس او على الناس اللي حواليك. قيمتك بتتبنى على الحاجات اللي انت حاططها لنفسك وعلى هدفك وسعيك ليه. فلما انت وصاحبك يحصل ما بينكم مشكله وما تبقوش تتكلموا مع بعض، او يحصل انفصال بينك وبين شريكك، ساعتها انت هتقدر كده تقعد كده قاعده بلدي مع نفسك وتشوف ايه هو الحاجات الصح والغلط اللي حصلت في الحوار ده. ايه هي الحاجات اللي كانت وحشه فيك وانت تقدر انك تحسنها. ايه هي الحاجات اللي كانت وحشه في الشخص ده عشان لما تلاقيها في شخص تاني ما تقربش منه. ايه هي الحاجات اللي كانت متوافقه بينك وبين الشخص والحاجات اللي كانت معارضه بينك وبين الشخص. فساعتها انت هتطلع من اي انفصال مهما كان نوعه بوعي، وهتطلع منه باستفادة، وهتطلع منه شخص أحسن من الأول. لكن إن أنت تفضل كابت الموضوع من غير ما تفكر ليه ده حصل أساسا، وتفكر في الحدث مش بسبب حدوثه، هينتهي بيك الأمر إن أنت قاعد على القهوة مع صحابك بتشتم في الإكس بتاعتك. وهينتهي بيك الأمر إن كل مرة حد يقرب منك هيبعد عنك برضه، لأن في حاجة معينة غلط في شخصيتك أو غلط في تركيبتك لازم إنها تتصحح. إحنا كبشر بنتعامل مع بعض، ومش كل الناس اللي معانا بيفضلوا موجودين. اللي هو صاحبك النهارده غالبا مش هيكون صاحبك بكره، غالبا مش هو هيكون صاحبك اللي جه بعد صاحبك بتاع بكره هيبقى هو بعده. ده علشان احنا دايما بنكبر وبنتغير وبنحسن من بعض حاجات، لان احنا اساسا لسه بنتكون. لحد ما يبقى عندك 90 سنة فانت هتفضل تتغير وتتكون، والكون ده هيغير فيك وانت هتغير في الكون ده.